حاجه كانت غصب عني لا اراديه، ما كانش قصدي يعني ما فكرتش يعني. لا الموقف ده لو اتعاد قدامي 100 مره يا كابتن انا عمري ما اعمل كده طبعا. وانا زعلت من نفسي طبعا يا كابتن، وحتى اهلي زعلوا مني، يعني اهلي زعلوا مني في الموضوع ده. وانا مين يعني والدك اتكلم معاك؟ اكيد ايوه زعلوا مني، فضلوا فتره اصلا يا كابتن ما يكلمونيش بسبب الموضوع ده. يعني فضلوا فتره انك تعمل كده. ايوه طبعا كلموني، بس انا فعلا يا كابتن انا ما كانش قصدي والله ان انا ما حسيتش بنفسك؟ لا ساعتها انا عملت اكتر منك بكتير، ما كنتش حاسس بكده يا كابتن والله. وكلمت طبعا الكابتن وليد، كلمته كتير. الزملكاويه الحقيقيين اللي عندهم كرامه وكبرياء ده اللي انا بخاطبه. العيال اللي كانت بتجري ورا اشتغالات امام عاشور ما لهمش علاقه باللي انا هقوله. باختصار امام عاشور جه عيط هنا في المكان ده، وجاب امه عيطت، وجاب اخوه عيط، عايز مستقبلي، عايز احترف في اوروبا المستقبل هناك. امام عاشور كان فاضل له 6 اشهر ويطلع مجانا. قعدنا نقول له يا ابني اللي انت عايزه هنديهولك، صمم، سافر. راح دنمارك لعب 5 ماتشات، قعد اسبوع واحد. 6 اشهر دول احنا بعناه ب 3 مليون دولار. رجع فشل. قول تاني، حرق عربيته مش جمهور الاهلي زي ما قال. الرساله وصلت. جه عمل فيلم اشتغاله، بموت في الزمالك، قلبي الزمالك، ايا كبتي، ايا كلوتي، ايا في الشتي. محدش بيكلمني. كلمناه وقلنا له يا ابني النادي مفتوح. الراجل نسيبه في اتصال تليفوني، قال هجيبه واجي بكره، بتوع الزمالك في البيت، مفيش عندي مشكله. بعد ما عمل الفيلم بقى طلع في المدرجات الزمالك وابويا اهو الفيلم العادي. وانا حكيت القصه ان هو قال لي نسيبه، ما تكلمش باسمي، ادي بنتك عندك اهي. اتاري البيه بقى اللي بيدغدغ مشاعر الجماهير عامل اشتغالات، موقع في الساحل الشمالي في وجود، هقول لك بقى مين، حسام غالي وخالد مرتجي وامير توفيق. طب بتلعب على الزمالك ليه كل لعبه دي؟ يعني انت عايز تهيج مثلا الناس، يعني جمهور الزمالك عليا انا؟ لا، هيبقى المفروض الجمهور الحقيقي المحترم يقول عليك خايب. ومفيش لاعب هيقعد رئيس نادي وماشي رئيس نادي ولا بطوله. فانا بسال سؤال، الفيلم انت عامله ليه؟ انت موقع في الساحل الشمالي اللي انا علمتك روح الساحل الشمالي بفلوس النادي، وبنيت عماره بفلوس النادي. بتعرف دلوقتي تروح الساحل الشمالي وتعاقد هناك وعمل افلام وبتاع. لا يا جماعه، ماضي قبل الافلام دي كلها. والسؤال، انت ليه بتعمل كده؟ انت ليه بتعمل في النادي اللي انت لعبت 6 ماتشات لما تمشي غلبنا فيهم كلنا مصر، وبعد ما خفيت في 60 دقيقه كسبنا كل الماتشات. انا بقى بسال الجمهور الحقيقي، اشتريه ب 5 مليون دولار يبقى انا عبيط وحد يمسح لي الريال. طب هو طالب $1 مليون في السنه، اديله 40 مليون جنيه وعندي لعيبه تاخد 2 و3 مليون، يبقى انا دمرت الفريق. فوق بقى، احنا قفلنا الصفحه. وزي ما قلت لك قبل كده يا محمود يا خطيب، هديتي ليك كهرباء ولع فيك، هديتي ليك امام عاشور، نفس سلوكياته. قول له انت لو راجل قول عربيتك مين ولع حالك. وبعدين ده مش ده اللي ضرب وليد في ظهره وقعه في الارض، مش ده اللي قال على العملاق الكبير صالح سليم انه كذا وكذا. مش هقول ان انا بحب صالح سليم، ده نموذج محترم. اقفلوا الصفحه. مش ممكن عندنا ماتش مهم مع الاهلي انا بعتبره بطوله خاصه، احنا عمالين نحبط لعيبتنا بعيل موقع. انا بقول لك مع مين بقى اهو؟ حسام غالي وخالد مرتجي وامير توفيق. كل اللي حصل ان حماه كلمني في التليفون يوم الخميس الماضي، قال لي يا كابتن احنا زملكاويه وامام عايزينه يرجع الزمالك والولد مش عايز يرجع تاني للدنمارك، والقصه يعني اللي انتوا كلكم
سمعتوها. قلت له مفيش اي مشكله. كلمت امام ما ردش عليا، وبعد كده كلمني بعديها بشويه. قلت له يا ابني انت عايز تعمل ايه؟ قول لي انت عايز تعمل ايه؟ قال لي يا كابتن انا عندي عروض، انا مش عايز ارجع الدنمارك، وعندي عروض من انديه كتيره بره جوه مصر وبره مصر. قلت له طيب انت عايز تعمل ايه؟ ده السؤال، انت عايز تعمل ايه؟ انت عايز تيجي الزمالك؟ قول لي انت عايز تعمل ايه عشان اعرف امشي في الطريق معاك ازاي. انت عايز تعمل ايه؟ الولد رد عليا قال لي يا كابتن انا بقول لحضرتك انا عندي عروض من اكتر من نادي جوه مصر وبره مصر، ولو نادي الزمالك عايزني لازم ان هو يعني يتكلم مع النادي بتاعي. وانا بقول لك بكل صراحه يا كابتن ميدو ان احسن عرض ليا واحسن طريق ليا انا هاخده بالظبط كده، وحياه اولادي وحياه عيالي. هو ده المناقشه اللي ما بيني وما بينه. قلت له اسمع يا امام، انا بحبك جدا، انت اخ صغير ليا. انا بقول لك ان احنا الخناقه دي مش داخلنا، والجيم ده مش هنخشه الا لما نتاكد ان انت مش عايز تلعب لاي نادي تاني الا نادي الزمالك، وان انت هتخطر ناديك بمكاتبات رسميه زي ما انت اخترتهم ان انت مش هترجع الدنمارك، ان انت مش هتلعب في اي حته الا في الزمالك. مدلنا ايديك وشوف احنا هنعمل ايه. تعال لنا خطوه واحنا هنجيلك 10 خطوات، بس لازم الخطوه دي تبدا من عندك. من امبارح العصر امام عاشور بيعمل حاجه غريبه جدا، انا ما اعرفش هي حاجه يعني هو بيعمل كده ليه. بيكلم ناس في نادي الزمالك وبيكلم ناس مسؤولين في نادي بيراميدز، بيقول لهم لو انتوا يعني انا مستعد اجي الزمالك باي رقم، بالرقم اللي انتوا تقولوا عليه انا مستعد اجي الزمالك، بس انتوا تحركوا. فانا يعني برضو احنا مش صغيرين وعارفين يعني كويس قوي ممكن يكون لعيب بيقول الكلام ده ليه يعني. فاتحركت واتاكدت من الدنمارك مش من مصر ان اللعيب من 4 ايام وقع رسميا في النادي الاهلي. طيب انت يا عم بيعمل الكلام ده ليه؟ مش عارف. هل هو عنده يعني حاجه نفسيه ان هو عايز يحسس نفسه ويحسس الناس اللي حواليه ان كل الناس بتجري وراه؟ احنا يا حبيبي مش هنخش في الخناقه دي. احنا نادي الزمالك، نادي الزمالك محدش بيعرف يلعب بيه، محدش يعرف يلعب بينا، لان احنا من الاخر كلنا صيع كوره وعارفين كويس قوي ايه اللعيبه دي ممكن تبقى بتفكر في ايه وعايزه تثبت ايه للناس وعايزه تثبت ايه لنفسها. انا مقدر غضب وحزن بعض من جمهور الزمالك اللي زعلان ان هو يشوف امام عاشور لابس فانيله الاهلي، وهنا مش هخش بقى في حته الفيديو اللي عمله ومبادئ الاهلي والكلام ده كله، لان دي مش قصتي.